اهلا بكم اعزائي مشاهدي النجم الاهلاوي في كل مكان. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا اخبار وانفرادات حصريه عن صفقات النادي الاهلي، والشناوي رحل عن الدوري المصري وشوف التفاصيل، وعن خناقه حسين الشحات مع محمد الشيبي. كل ده بس بعد الانترو، وصلي على النبي قبل ما تتفرج. والاهلي مركز. اول خبر معانا النهارده ان الاهلي مركز في رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، لاعب 23 سنه، لاعب ممتاز. وصراع شديد على رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بين النادي الاهلي والنادي بيراميدز. و3 مليون دولار عقد النادي بيراميدز ل- لشراء لاعب الجيش الملكي رضا سليم. طيب عرض النادي الاهلي كام؟ هقول لك دلوقتي. انما عرض الاهلي وقف على مليون ومئتين الف دولار. مليون ومئتين الف دولار. ورضا سليم رغبته الاولى والاخيره الانتقال للنادي الاهلي، وهو الوحيد الذي يدعم انتقاله للنادي الاهلي. طيب ليه؟ لان رضا سليم مدى على رغبه للانضمام للنادي الاهلي. وبن شرقي في كلام عن ان انضمامه للنادي الاهلي ده مش صحيح، هو بن شرقي بيسوق نفسه بس. بن شرقي هيجي الاهلي في حاله واحده، في حاله ان هو لو دفعوا زي الامارات والسعوديه، وهدفه الاساسي هيكون نادي الزمالك يعني. والاهلي مش هيجيبه لانه حابب يجيب لعيب صغير شاب ليه مستقبل كويس في الكره المصريه والمغربيه، فهو رضا سليم. نخش على خبر جديد، وان احمد سيد زيزو رفض الاحتراف. بس قبل ما اقول لك الموضوع لازم لايك وشير وسبسكرايب واشترك معانا في القناه، عشان عيب يعني لما انا الوحيد على اليوتيوب اللي قايل لك ان محمد الشناوي هينتقل للنصر السعودي وما تعمليش اشتراك. اشترك تبقى معانا، تعرف كل الاخبار وتطمن على النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه. نخش على جزئيه احمد السيد زيزو. بقيله سنتين في عقده في نادي الزمالك. فاللي انا بقول لك عليه المعلومه الصح، ان هو جايله عرضين رسميين من ناديين خليجيين ب4 مليون دولار، والزمالك عاوز يعني بتاع 6 7 مليون دولار. ونادي الزمالك رافض مبدأ الانتقال لأحمد السيد زيزو لأي نادي، خوفا من تكرار واقعة إمام عاشور. قال لك يعني يمشي ويحصل فيه زي ولا ايه في يناير في النادي الأهلي؟ ما ينفعش. نخش بقى على جزئية رمضان صبحي، بس قبل ما نخش لايك وشير وسبسكرايب. رمضان صبحي الزمالك دخل في مفاوضات معاه لتقوية الجبهة اليسرى لنادي الزمالك، ومفاوضات قوية. ورفض رمضان صبحي عرض نادي الزمالك بقبل أمير توفيق، أمير مرتضى عفوا، بسبب المقابل المادي الكبير اللي بيحصل عليه في نادي بيراميدز. وفتوح عنده عرض من نادي يوناني كمحطة للانتقال للنادي الأهلي، والزمالك متخوف انه يبيعه. كده نكون قلنا لكم كل حاجة تخص الأندية المصرية. السلام عليكم.